نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون الجهوية، حياكم الله. نستهل عرضنا الإخباري المفصل من مدينة إشبيلية الإسبانية، والتي نظمت بها الجمعية الصحراوية الإسبانية حوار ندوة حول واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وكذلك بمخيمات تندوف. الندوة التي أطرها أعضاء من الوفد الصحراوي حضرها في مشاركة تعتبر الأولى من نوعها زعيم خط الشهيد وأحد مؤسسي جبهة البوليساريو المحجوب السالك. مراسلا من إشبيلية مع الغالية الكوارة وعبد الله المحمودي. لحظة تاريخية اصطفت فيها المعارضة من داخل البوليساريو ومن خارجه من داخل الأقاليم الجنوبية لتقول لا لانتهاكات حقوق الإنسان بالبوليساريو أو أينما كانت. الندوة التي استهلت بكلمة لجمعية المنظمة الجمعية الصحراوية الإسبانية حوار عرفت شهادات حية، كان أولاها لمؤسس خط الشهيد من محجوب السالك الذي تحدث للحضور عن تجربة اعتقاله وأشكال التعذيب الذي تعرض لها ويتعرض لها المعتقلون في سجون البوليساريو. أشكال مختلفة من الانتهاكات تمدد مأساة الصحراويين بمخيمات تندوف. أذكر حين خرجت من السجن أنني تركت ابني ابن العام والنصف، وكان عند خروجي قد بلغ 8 سنوات. حين رآني قالوا له سلم على أبيك، لكنه فر هاربا لم يكن يعرف أن له أبا. كانت 8 سنوات من الاعتقال. يجب التفريق بين السياسة وحقوق الإنسان، يؤكد المحجوب السالك، فقضية الصحراء لا تقف فقط ملفا سياسيا تعذر حله لأسباب عدة، بل ورقة يستغلها القادة بمخيمات تندوف لتحقيق أغراض شخصية، وعليه يبقى الحل لهذه القضية مصيرا مفزعا لهم وليس حدا لهذه المأساة. قيادة البوليساريو يخدم الوضع الستاتيكي لأنها تستغني وتعيش في محبوحة النعيم وليست في عاجلة من أمرها. وقيادة البوليساريو تخاف من حل مشكلة الصحراء الغربية لأننا سنقدمها للمحكمة نتيجة لانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان اللي عرضنا أمامكم. لكن على الوضعية الحالية الجزائر يخدمها الوضع الستاتيكي الصراع. لماذا؟ لأن المغرب مشغول عنها، خاطر المغرب يبقى مشغول عنده شوكة في ظهره، لهذا تريد أن تطول إلى ما لا نهاية. وفي الحديث عن معاناة الصحراويين يقف مقترح الحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقادر على إنهاء معاناة الصحراويين ولم شتاتهم. من جانب الحكم الذاتي نحن قلنا بأكثر من مناسبة على الحكم الذاتي الذي أعلن عنه الملك المغربي هو ثمرة من ثمرات كفاحنا 35 سنة. اعترف لنا برمزيتنا التاريخية برمزيتنا الثقافية وسمح لنا بتسيير بلادنا من طرف نحن انفسنا. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا أين هو الحكم الذاتي؟ مجرد ورقة للتفاوض، وما جعل البوليساريو تستقل وتستغل القضية وتقول على أن المغرب لا يريد حكما ذاتيا ولم يعطينا حكما ذاتيا، إنما يريد أن ينزع منا ورقة تقرر المصير، وبعد ذلك يقول المشكل مشكل داخل المغرب وليس هناك حكم ذاتي ولا نحزن. أما من جهة فقد أدلى أعضاء الوفد الحقوقي المغربي بشهادات تؤكد أن سنوات الرصاص قد ولت، وأشادوا بالمكاسب الحقوقية الديمقراطية التي يتوجها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، مكتسبات تحتم النضال لوقف أي اغتصاب أو مس لحقوق الإنسان، كما دعوا إلى ضرورة وقف الحصار الإنساني والمعاناة التي يعيشها الصحراويون بمخيمات تندوف. ليذهب أي أحد لمخيمات تندوف ويقول لا لمحمد عبد العزيز أو لا للجزائر، ماذا سيحدث له؟ ما حدث لأحمد خليل سيختفي. Como ser humano hablo, como española, siento vergüenza. أتحدث كإنسانة وإسبانية، أحس بالعار لهذا الخلط والتلاعب الذي تقوم به البوليساريو. لقد خدعتنا فيما مضى، وإذا كنت أشك في الماضي فأنا الآن على يقين، فالأمور قد اتضحت. Y hoy, si ya antes dudaba, hoy lo tengo más claro, que no es así. كان هدفها أنه يوعى مثلا تكون توعية للشعب الإسباني والصحافة الإسبانية والمجتمع المدني الإسباني والسياسيين الإسبانيين على أساس عن حقوق الإنسان. لا يجب الخلط بين الدفاع عن حقوق الإنسان لأغراض سياسية. على الطاولة كان هناك جانب من الجانب جبهة البوليساريو، وكانوا أناس من الصحراء المغربية. هذا لا يعكس أن هناك تطور كبير
في الجانب الحقوقي؟ هو فضح ما اللي قامت به قيادة بوليزاريو من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة وضد الأطفال وضد لوس أنسيانوس، واللي كانت حسب ما كانت شهادة حتى هي من الناس اللي معارضة تمومة في المخيمات اللي كان المحشوب السالب حاضر. أمام قدسية حقوق الإنسان وأبعادها النبيلة تسقط كل الأهداف السياسية. بهذا الشعار خلصت المداخلات ودعت لضرورة عمل بشكل جدي ومستمر للم شتات الصحراويين ووقف معاناتهم التي امتدت ل35 سنة.